السلام عليكم متتبعات قناتي وصفة مع صابرينا، مشتركاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكون صحتكم هايلة. اللهم صيبا نافعا يا رب. شوفوا جاتنا الشتاء بعد طول انتظار، الحمد لله يا ربي. رزقنا ربي بالامطار والثلوج. ربي إن شاء الله يدومها نعمة علينا ويبعد علينا الجفاف. ومع هذا الرياح والبرد جبت لكم وصفة تاع العيش هايلة، عيش حار وسخون الله الله والبنة ما عندي ما نحكي لكم. يوالم بزاف كما قلت لكم، البرد هذا والشتاء هذا واش يليق. واللي حبت تشوف معايا الوصفة ما عليها غير تتبع لا فيديو باش تشوفني كيفاش طيبت هذا العيش. شوفوا لهنا عندي قطعة تاع دجاج ولا لحم ولا باش تحبوا تطيبوا. هو العيش يجيب اللحم يعني بنين خير، اللي عندها اللحم تستعمل اللحم. عندي لهنا الخضرة، عندي زرودية، عندي لفت، عندي حبة تاع طماطم وحبة بصلة او زوج سنينات تاع ثوم. عندي كمية من العيش اللي هنا فاير واجد. عندي طماطم مصبرة. شوفوا نبداو نحطوا لاكويس تاعنا تتقلى في 3 مغارف تاع الزيت، ومن بعد نروح نرحي البصلة تاعي والثوم ونزيد لهم مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة، ونزيد لهم لي زيبيس. لهنا عندي مغرفة صغيرة تاع توابل الدجاج، ولهنا الفلفل الأحمر، وعندي الكزبر، وعندي نصف ملعقة تاع فلفل أسود. اللي استعملت الدجاج وكان عندها الزنجبيل مطحون دير مغرفة تاع زنجبيل، ولا استعملتي اللحم ديري نص مغرفة تاع كمون. هكذا متفاهمين. ونزيدو لهم بيان سور عندي مغرفة كبيرة ممسوحة تاع الملح، نخلطوهم مليح في بعضهم. شوفوا لهنا كي تقلت لي لاكويس تاعي قلبتها ورحت زدت هذاك الخليط وزدت معاه شوية تاع حمص، حفنة تاع حمص. ولا كان عندك الفول هذاك اليابس كيما نقولوا له احنا الفول المدشش ديري ثاني، الفول يجي بنين بزاف. ولا عندك ثاني حبيبة تاع جلبانة ثاني تقدري ديري له حبات جلبانة. شوفوا لهنا بعد ما تقلات لي مليح هذاك الخليط تاعي، زدت له الخضرة بعد ما كنت قطعتها هكذا دي كيوب صغار، خليتها تتقلى مليح. وزدت لها ثاني طماطم تاع الحب بعد ما قشرتها ورحيتها، خليتهم يتقلاو. ومن بعد رحت مرقتهم بالماء السخون. كي يغلي لي تغلي لي لاصوص تاعي، نقص لها نخليها حتى طيب. شوفوا لهنا لقيت الدجاج تاعي طاب نحيته، ومن بعد رحت زدت لها العيش وزدت لها قرن سحر وخليتهم يتجمروا مليح. كي تذوقوا العيش تاعكم تلقاوه طاب ولا تشوفوه بدا يلزق لكم هكذا في القدرة تاعكم، اعرفوا باللي طاب. وما تنساوش حركوه هكذا خطرة على خطرة، وهكذا يكون العيش تاعنا واجد. واللي ما تعرفش تفور العيش التفوار تاعو نفس الطريقة اللي نفوروا بها البربوشة كيف كيف. وهذا هو الطبق تاعي كما قلت لكم في هذا الشتاء وهذا البرد، عيش صيفي حار الله الله كما يحب خاطركم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها ويحيوا اطباقنا التقليدية. سلام.